بيبدأ الفيلم بمجموعة من المهرجين وهم بيسرقوا بنك في مدينة جوثام، وبيدخلوا البنك وقتها وبيهددوا كل اللي موجودين هناك يسلموا الفلوس وإلا هيخلصوا عليهم. وبينزل 2 من المهرجين علشان يفتحوا الخزنة، وبمجرد ما بيفتحوها بيخلص واحد منهم على التاني وبيبدأ يجمع الفلوس كلها في أسرع وقت وبيطلع بيها للبنك تاني. وبيوصل وقتها اتوبيس ضخم وبيدخل جوه البنك، فبيحطوا المهرجين الفلوس في الاتوبيس وبعدها بيخلصوا على بعض، وبيفضل مهرج واحد بس اللي عايش. فبيخلع القناع بتاعه وبيقول لمدير البنك ان هو اسمه الجوكر وهيسيطر على المدينة قريب ويهرب بالفلوس كلها في اسرع وقت. وبالليل بيكون في مجموعة من المجرمين بيسلموا بضاعة مشبوهة بينهم وبين بعض، وبيكون من وسطهم الدكتور كرين، وده اللي كان هيسمم مدينة جوثام كلها من فترة، ولكن باتمان قدر ينقذ المدينة. وبيظهر ان كل سكان المدينة بيخافوا منه بسبب ان هو بيحاول يمنع الجريمة في المدينة. وفجأة بيهجم عليهم نسخ مزيفة من باتمان، وبيبدأ قتال بين النسخ وبين العصابة لحد ما بيوصل باتمان الحقيقي وبيهزمهم كلهم وبيربطهم مع بعض في حبل واحد، وبيشيل القناع من على وش كرين وبيهدده ان هو لو شافه تاني هيخلص عليه. وبيروح بعدها باتمان عشان يقابل الضابط جوردن في البنك، وهناك بيعرف منه ان جوكر هو اللي سرق البنك الصبح. فبيتعصب جدا وبيستغرب لما بيعرف ان جوكر بيسرق البنوك اللي فيها فلوس المجرمين وزعماء العصابات، فبيتوقع ان هو بيخطط لحاجه اكبر، وبيطلب من جوردن يساعده عشان يخلصوا منه. وبيقول له ان هو عنده خطه هيقدر يعلم بيها الفلوس، وبمجرد ما بيسرقها الجوكر يقدروا يوصلوا له. وبيقول له على اسماء 5 بنوك هيعلموا الفلوس اللي فيها ويركبوا فيها اجهزه مراقبه. وتاني يوم بيكون بروس في البدروم بتاعه بيعالج جروح جسمه، فبيروح له ارفريد المساعد بتاعه بيعرفه ان في اجتماع في الشركه ومحتاجينه هناك. وبروس بيقرر يروح الشركه عشان محدش يعرف حقيقته. وساعتها بتكون حبيبته السابقه ريتشل في المحكمه مع حبيبها الجديد النائب العام هارفي، وبيتهموا وقتها مجرم خطير اسمه ماروني ان هو المسؤول عن كل الجرائم اللي موجوده في المدينه. ولكن واحد من مساعدين ماروني بيقدم نفسه للمحكمه وبيقول ان هو الزعيم، فبيبدا هارفي يحقق معاه وبيحاول يضغط عليه عشان يعترف. وفجاه بيطلع المجرم مسدس من جيبه وبيوجهه ناحيه هارفي وبيهدده ان هو ممكن يخلص عليه. فبيمسك هارفي المسدس منه وبيضربه ضربه واحده وبيخليه يدوخ، وبيقدروا الضباط يمسكوه. وبيروح هارفي بعدها يرجع المسدس لماروني وبيهدده ان هو مش هيسيبه الا لما يخلص منه. وبيرجع بعدها لمكتبه، وهناك بيزوروا المحقق جوردن وبيقترح عليه ان هو يركب اجهزه تتبع في الفلوس. فبيقول له هارفي ان هو عارف الحقيقه وعارف ان هو بيشتغل مع باتمان وبيوافق على الخطه. وبيكون ساعتها بروس في شركته في اجتماع، وبيكون معاه رئيس شركه صينيه اسمه لاو، ولكن بروس بينفذ الاجتماع ومش بيكون سامع اي حاجه من اللي بيقولوها. ولما بيفوق بيقول له مساعد فوكس ان هو مش موافق على الصفقه دي مع الصينيين، لان لاو بيشتغل في الاعمال المشبوهه وفي فلوس كتير بتدخل شركته بطرق غير شرعيه. فبيأمروا بروس يغير الاتفاق مع لاو ويصنع له بدله جديده لباتمان عشان يحارب بيها المجرمين. وبالليل بيروح بروس لفندق في المدينه وبيكون معاه بنت جميله، وهناك بيقابل ريتشل وهارفي وبيعرفهم على البنت اللي معاه وبيقول لهم ان هي قائده فريق راقصات باليه روسي، وبيعرض عليهم يقعدوا سوا. فبيوافقوا وبيرحبوا بيهم هما الاثنين، وبيقعدوا هما الاربعه مع بعض يتكلموا عن باتمان البطل الخارق. وبيظهر ان ريتشل عارفه الحقيقه وعارفه ان بروس هو البطل الخارق، ولكنها مش بتتكلم عشان هارفي، وبتطلب من هارفي يسيب باتمان يدافع عن المدينه. وتاني يوم بيكون في مجموعه من المجرمين في فيديو كول مع المستثمر الصيني لاو، وبيقول لهم لاو ان هو عارف مخطط الشرطه وان هم كانوا ناويين يسرقوا فلوس من البنوك، وسحب كل الفلوس من البنوك وهرب وراح الصين عشان يستخبى هناك. وبيكون وقتها جوردن وفريق الشرطه في طريقهم للبنك، ولما بيوصلوا بيتصدموا ان الفلوس مش موجوده في مكانها واللي موجود بس اللي فيهم اجهزه التعقب. وفي اللحظه دي بيوصل الجوكر لمكان المجرمين وبيقول لهم ان هو جاي يعرض عليهم عرض، وبيقول لهم ان هو هيخلص على باتمان مقابل نص الفلوس اللي معاهم. فبيرفض واحد منهم وبيؤمر المساعد بتاعه يخلص على الجوكر. فبيعرفهم الجوكر ان هو مخبي في الجاكيت بتاعه قنابل كتير كافيه تدمر المكان كله، وبيقدر الجوكر يهرب من المكان قبل ما يوصل له حد منهم. وبالليل بيعرف باتمان من جوردن ان المجرمين خدوا الفلوس، فبيعرض عليه هو وهارفي انه يسافر الصين ويقبض على لاو ويرجع بيه للمدينه تاني عشان يحققوا العداله، وساعتها هياخدوا كل الفلوس منه. فبيوافقوا الثلاثه وبيتفقوا على الخطه اللي هيرجعوا بيها لاو من الصين. وبيرجع بعدها بروس لشركته وبيطلب من مساعد فوكس انه يوري له البدله الجديده ويسافر بنفسه للصين عشان يقابل لاو عشان ينفذوا الخطه. وتاني يوم بيروح بروس للبحر وبيعيش حياته كرجل غني عشان ما يلفتش نظر الصحافه، وفي نفس الوقت بيروحوا الجوكر وعصابته واحد من زعماء
العصابات عشان يخلص عليه، وبيقول له ان الندبه اللي في وشه عملها له ابوه وهو صغير، وبيقترح عليه يعمل له ندبه شبهها في وشه، وبيمسك السكينه وبيقرب منه ولكنه بيخلص عليه فجاه، وبيطلب من باقي العصابه ان هي تشتغل معاه، فبيضطروا يوافقوا. وتاني يوم بيوصل فوكس للصين وبيدخل شركه لاو عشان يقابله، وهناك بيسلم التليفون بتاعه في الامانات وبيطلع عشان يقابل لاو. ولما بيقابله بيقول له ان بروس ناوي يرفض الصفقه اللي بين الشركتين، وبيلاحظ لاو ان فوكس مع التليفون بتاعه، فبيستغرب وبيطلب منه يقفل التليفون، وبيعرفه ان التليفونات ممنوعه في الشركه كلها، فبيعتذر له فوكس وبيقفل التليفون، وبينزل بعدها عشان يقابل بروس. وهو خارج من الشركه بيرجع له موظف الامن التليفون بتاعه، فبيشكره فوكس وبيقول له ان تليفونه معاه، وبيروح يقابل بروس وبيقول له ان هو ساب التليفون في مكتب الامانات عشان يقدروا يهكروا الشركه كلها، والتليفون التاني صور بيه الشركه كلها وصمم خريطه للمكان. وبالليل بيقف باتمان على سطح الشركه، وبيكونوا وقتها موظفين لاو جوه الشركه، فبيعطل كل الانوار في المبنى وبيشوش على كل الاجهزه، وبيدخل بعدها الشركه وبيهجم على الموظفين ويخلص عليهم واحد ورا التاني. ولما بتوصل الشرطه للمكان بيلاقوا باتمان ماسك لاو، وفجاه بيضرب منضاد في الجو، فبيتعلق المنضاد في طياره في الجو، فبيطير باتمان ولاو وهم متعلقين في الطياره، وبيكونوا في طريقهم لمدينه جوثام. وتاني يوم بيوصل جوردن المكتب بتاعه في وسط المدينه، وهناك بيلاقي لاو قاعد في الارض وعلى رقبته ورقه من باتمان، وبيطلب من اي حد يلاقيه يوصله لجوردن. وبعدها بيروح جوردن يقبض على زعماء العصابه في المدينه، وبيوعدهم ان هو هيتاكد ان هم مش هيخرجوا من السجن. وفي السجن بتروح ريتشل بتحقق مع لاو وبتساله على مصدر الفلوس اللي معاه، فبيعرفها ان كل المجرمين اللي موجودين في المدينه شغالين معاه وبيدوا له فلوسهم، وبيعرض عليها ان هو يساعدها انها توقع كل المجرمين ويقبضوا عليهم ويدخلوهم السجن مقابل خروجه من السجن، وكمان طياره خاصه يسافر بيها للصين تاني. فبتروح تسال للنائب العام وبتبلغه بعرض لاو، وبتقول له ان هي عايزه توافق، وبترجع بعدها لاو تاني وبتبلغه ان هي موافقه على العرض. وتاني يوم بيروح النائب العام والمحقق جوردن لمكتب العمده، وهناك بيقول لهم العمده ان هو خايف من لاو وحاسس انه وراه سر كبير. واثناء ما هما بيتكلموا عن اللي بيحصل في المدينه فجاه بتخبط في المبنى جثه باتمان، وبتوصل ساعتها الاسعاف والصحافه وبيصوروا الجثه وهي متعلقه في الجو. وبيوصل فيديو جديد للصحافه وبيكون فيه جوكر بيضرب باتمان المزيف، وبيهدد باتمان الحي في الفيديو وبيقول له يا اما يكشف نفسه لكل الناس والا كل يوم هيخلص على واحد من اللي بيقلدوه لحد ما يخلص على المدينه كلها. وبيكون ساعتها بروس في قصره وبيستعد للحفله اللي معموله في بيته بالليل، بيشوف الفيديو في التلفزيون فبيتضايق وبيقرر يخلص على الجوكر. وساعتها بيعرف جوردن ان القاضيه بتاعه المدينه ومفوض الشرطه في خطر، فبيبعت رجالته للقاضيه عشان يحموها، وبيروح هو لمفوض الشرطه علشان يطمن عليه. ولما بيوصلوا المساعدين عند القاضيه بيديها واحد منهم رساله وبيطلب منها تركب عربيتها بسرعه لان حياتها في خطر والجوكر ممكن يظهر في اي لحظه ويخلص عليها. وبمجرد ما بتركب العربيه وبتفتح الرساله بيكون مكتوب فيها تبص لفوق، وبتنفجر بيها العربيه وبتنتشر بطاقات الجوكر في كل مكان. في الوقت ده بيوصل جوردن عند مفوض الشرطه وبيكون مستغرب ازاي الجوكر هيخلص عليه، لكن بيكون مستوعب ان الجوكر معاه جواسيس ليه في كل مكان، وبيفهم وقتها ان هو حاطط سم للمفوض. وفجاه بيصب المفوض كاس لنفسه، وبمجرد ما بيشربه بيقع على الارض. وبالليل بيوصل هارفي وريتشل الحفله سوا، وهناك بيرحب بيهم بروس وبيقول لهارفي ان هو اهم وانجح شخص في المدينه بعد ما قدر يحبس اغلب المجرمين، وبيطلب من كل اللي موجودين يشجعوا هارفي ويفضلوا وراه لحد ما يقضي على الجريمه في المدينه. وبيدخل بعدها يتكلم مع ريتشل على انفراد، وبيتضح ان هما الاثنين لسه بيحبوا بعض، ولكن ريتشل بترفض تعترف بحبها ليه بعد ما ارتبطت بهارفي، وبينادي عليها هارفي فبتروح تتكلم معاه. ولما بيسالها ناويه تكمل حياتها معاه ولا لا بتعرفه ان هي بتحبه ولكنها مش هتقدر ترد على سؤاله في الوقت الحالي. واثناء ما هما بيتكلموا بيظهر بروس من وراهم وبياخد هارفي معاه وبيطلب من ريتشل تستخبى بسرعه. وساعتها بيوصل الجوكر للحفله وبيبدا يهدد كل اللي في المكان ان هو هيخلص عليهم كلهم لحد ما يوصل لمكان هارفي، ولكن بيكتشف ان محدش يعرف مكانه فعلا لحد ما فجاه بتظهر قدامه ريتشل، فبيقرب الجوكر منها وبيهددها ان هو هيعمل لها رسمه زي اللي في وشه ولكنها بتضربه فبيبعد عنها. وبيوصل وقتها باتمان وبيبدا يتقاتل مع الجوكر وعصابته، وبيكون اقوى منهم بكتير لدرجه ان هو بيهزمهم كلهم وبيكون هيخلص على الجوكر. فبيمسك الجوكر ريتشل وبيرميها من الشباك، فباتمان بينط وراها على اخر لحظه وبيلحقها، وبيقعوا هما الاثنين على العربيه في الشارع وبيطمن ان هي بخير وان هي ما اتصابتش بسبب الوقعه. وتاني يوم بيوصل بلغ جوردن عن وجود جثتين للجوكر في شقه قريبه منه، فبيروح هناك بسرعه وبيتصدم لما بيلاقي على بطاقه التعريف بتاعتهم اسم هارفي، وبيكتشف ان الجوكر بيوصل لهم رساله وبيقول لهم ان هو هيخلص على هارفي. فبيروح له باتمان على العنوان اللي فيه الجثث وبيلاحظ ان في رصاصه دخلت في الجدار، فبياخد الرصاصه وبيقرر
بيحللها ويطلع من عليها بصمات الجوكر عشان يعرف اسمه الحقيقي، وبيتفق معاه على خطه عشان ينقذوا هارفي. وبينتشر وقتها خبر في التلفزيون ان الجوكر هيخلص على العمده في اللقاء الصحفي بتاعه تاني يوم، وتاني يوم بيكون العمده في اللقاء الصحفي في نص الشارع، وبيظهر ان في قوات كبيره من الشرطه بتامنه، وبيكون بروس في البيت وبيقدر يعرف صاحب البصمات اللي على الرصاصه، وبيعرف كمان ان هو حاجز اوضه في فندق، والفندق ده موجود في شارع المؤتمر الصحفي اللي فيه العمده. فبيتحرك بسرعه عشان يوصل لاوضه الفندق، ولما بيوصل لهناك بيتصدم لما بيشوف مجموعه شباب متربطين، وبيعرف ان هم من حرس العمده وان الجوكر وعصابته لابسين لبس الحرس. فبيبص بروس من المنظار اللي محطوط جنب الشباك، فمجرد ما بيحركوا من مكانه بتتفتح الستاره وبيبداوا الحرس الحقيقيين يضربوا نار ناحيه الشباك، وبيضرب الجوكر نار على العمده، ولكن جوردن بياخد الرصاصه بداله وبيخسر حياته. وبيقدر هارفي ياخد واحد من الحراس وبيروح بيه لمكان مهجور، وهناك بيهدده بالمسدس بتاعه وبيقول له ان هو هيخلص عليه لو ما قالش على مكان الجوكر. فبيوقفوا باتمان وبيعرفوا ان الحارس مريض نفسي، والجوكر هربه مع مجموعه من المرضى عشان ينشروا فوضى في المدينه، وبيقولوا ان الجوكر مش هيسكت الا لما باتمان يسلم نفسه. وبيقرر وقتها يعمل لقاء صحفي تاني يوم ويقدم باتمان نفسه للعالم. فبيرفض هارفي وبيقول ان هو شخص جبان وان هو قرر يستسلم بسهوله. وتاني يوم بيعمل هارفي لقاء صحفي وبيكون بروس موجود في اللقاء، وبيقول هارفي وقتها ان باتمان قرر يعرف نفسه للناس ومستعد يتعاقب على كل الجرائم اللي عملها المده اللي فاتت، في مقابل ان الجوكر ما يعملش اي جرائم تاني في المدينه. وبيتحرك بروس وقتها عشان يقدم نفسه، لكنه بيتصدم لما بيقول هارفي للناس ان هو باتمان، وبيظهر ان هو قرر يضحي بنفسه لان باتمان هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ المدينه ويخلص على مجرم مجنون زي الجوكر. بتروح بعدها ريتشل تقابل المساعد الفريد وبتديله جواب يوصله لبروس، وبتقول له ان هي ممكن تختفي قريب وحاسه ان في حاجه غلط، ولو حصل لها حاجه الجواب ده هيكون وصيتها لبروس وهارفي. وبالليل بتنقل الشرطه هارفي للسجن المركزي عشان يتسجن هناك لحد ما يتحاكم. وفي الطريق بتطارد الشرطه عربيات ضخمه مليانه مجرمين، وبيظهر ان الجوكر موجود في عربيه منهم وبيفضل يضرب نار على العربيه اللي فيها هارفي عشان يخلص منه. ولكن فجاه بيظهر باتمان وبتحصل مطارده كبيره منهم على الطريق، لحد ما باتمان بيقدر يقلب عربيه الجوكر على الطريق، وبينزل الجوكر من العربيه وبيقف في نص الطريق وبيطلب من باتمان يخبطه، ولكن باتمان بيعدي من جنبه من غير ما يخبطه. فبيروح الجوكر عشان يضربه، ولكن فجاه بيظهر من وراه المحقق جوردن وبيقبض عليه، وبيظهر ان هو لسه عايش وان هو مثل ان هو خسر حياته عشان يقبضوا على المجرم ده. وبينقذوا بعضها هارفي بعد ما اثبت ان هو مش البطل الخارق اللي بيدوروا عليه. وبيروح جوردن بعدها البيت وبيطمن مراته واولاده ان هو لسه عايش، وبيرجع القسم تاني عشان يحقق مع الجوكر على امل ان هو يعرف منه اي حاجه. لما بيطلع جوردن من اوضه التحقيق بيظهر ان باتمان كان مستخبي في الاوضه طول الوقت، وبيبدا يحقق بنفسه مع الجوكر وبيفضل يضربه عشان يعترف، ولكنه ما بيعترفش. وبيلاحظ ان الجوكر مش خايف منه وان هو بيضحك حتى وهو بيتضرب، وبيقول له ان هو خطف هارفي وريتشل وان هو في ايديه الاختيار وممكن ينقذ واحد فيهم بس. فبيتعصب عليه باتمان وبيفضل يساله عن مكانهم هما الاثنين، وبيخرج بعدها لجوردن وبيطلب منه يتحرك بدوريه علشان ينقذوا ريتشل، وبيروح هو عشان ينقذ هارفي قبل ما يخلص عليه الجوكر. وبيفضلوا حابسينه في غرفه التحقيق، ولما بيدخل ضابط عشان يحقق معاه بيفضل يستفزه عشان يقرب منه. ساعتها بيمسكوا الجوكر وبيحط سكينه على رقبته وبيطلب منه يتحرك معاه بهدوء، وبيطلعوا من اوضه التحقيق. وبمجرد ما بيخرجوا بيكون في واحد من المساجين حبسوا الجوكر بنفسه، وبيكون زرع القنبله في بطنه قبل كده وبتنفجر وبتدمر المكان. وفي اللحظه دي بيكون هارفي موجود في كرسي في مكان مهجور، وريتشل هي كمان مربوطه في مكان تاني. بيكون قدام كل واحد منهم تليفون عشان يتكلموا سوا لحد ما يموتوا. فبيطمنوا هارفي ان هو بخير وان هم يخرجوا من المكان ده عايشين، وبيحاول يفك نفسه فبيقع على الارض وبيقلب برميل بنزين. وساعتها بيوصل باتمان لمكان هارفي وبيلاقي المكان بيولع، فبيدخل بسرعه عشان ينقذه، وبينفجر المكان قبل ما يخرجوا، وبتمسك النار في كل حاجه لدرجه انها بتحرق وش هارفي. وفي نفس الوقت بيفشل جوردن ان هو ينقذ ريتشل وبينفجر المكان قبل ما تهرب، ويكون حزين ان هو فشل في مهمته، غير ان الجوكر كمان هرب من السجن. وتاني يوم بيروح جوردن يزور هارفي في المستشفى وبيعتذر له عن اللي حصل لريتشل وبيعرفه ان هي خسرت حياتها في الانفجار. فبينهار هارفي وبيكون متعصب وبيصدم جوردن وبيخليه يشوف شكل وشه بعد ما اتحرق، وبيقرر وقتها ينتقم من كل اللي كان السبب في اللي حصل لريتشل. وبالليل بيكون الجوكر واقف مع افراد العصابه في الوقر الخاص بيهم، وبيقول له زعيم العصابه وهو بيهرب من السجن ان هرب مع لاو فقدر يرجع لهم كل الفلوس اللي سرقها منهم. ولكن الجوكر ما بيكونش مهتم بالفلوس، كل اللي يهمه ان هو ينتقم من البشر ويدمر مدينه جوثام كلها. فبيحرق في الفلوس قدام زعيم العصابه وبيقوموا مساعدينه ان هو يخلصوا على الزعيم. وتاني يوم بيطلع موظف اسمه ريس من شركه بروس على التلفزيون وبيقول
وبيقول للناس ان هو عارف باتمان الحقيقي، ولكن قبل ما يقول على اسمه الحقيقي بيتصل الجوكر على البرنامج وبيهددهم ان هم لو ما خلصوش على ريس في خلال ساعه هيفجر مستشفى كامله علشان ينتقم منهم كلهم. فبتتحرك الشرطه عشان يحموا ريس وبيبداوا يخلوا المستشفيات. ساعتها بيروح الجوكر للمستشفى وبيدخل اوضه هارفي عشان يخطفه، وبيقول له ان مش هو اللي خلص على حبيبته ورجاله جوردن هم السبب، وبيقترح عليه يهربه من المستشفى عشان ينتقم من اللي خلصوا على ريتشل. وبيوافق هارفي وبيكون حزين لانه عاوز ينتقم من جوردن ورجالته. وبيكون وقتها بروس بيلف بعربيته حوالين المستشفى عشان يعرف فين الجوكر، وبيخرج ساعتها الجوكر من المستشفى وبيدمر المستشفى كلها. وبيعرف جوردن من المساعد بتاعه ان في اتوبيس مفقود فيه 50 فرد، وبيهرب هارفي هو كمان من المستشفى وبيروح يقابل ضابط شرطه في البار، وبيكون عارف ان هو خاين وان هو كان شغال لمصلحه زعيم عصابه فبيخلص عليه. وبيروح بعدها يقابل ماروني في العربيه بتاعته وبيهدده عشان يعرف منه اسم الضابط التاني اللي نقل ريتشل للمكان المهجور ولا هيخلص عليه. وبيقول له ان هي شرطيه واسمها راميلز. فجاه بيتضرب السواق بالنار وبتتقلب بيهم العربيه. وقتها بيروح بروس للمقر السري بتاعه مع فوكس المساعد بتاعه، وبيقول له ان هو بيراقب كل تليفونات المدينه عشان يتاكد من مكان الجوكر وبيخلص عليه. وبالليل بيروح هارفي لراميلز وبيهددها انها تتصل على مرات جوردن وبتطلب منها تروح للمبنى المهجور اللي انفجر بيه من فتره. وبعدها بيخلص على راميلز عشان ينتقم منها لان هي خاينه. وبالليل بتهرب الشرطه سكان المدينه وكل المساجين في سفينتين عشان يهربوا قبل ما يخلص عليهم الجوكر. وبيكون المساجين في سفينه والمواطنين في سفينه تانية، وبمجرد ما بتتحرك بيهم السفينه بتعطل وهي في نص الميه. وبيتكلم معاهم الجوكر عن طريق الميكروفون وبيقول لهم ان كل سفينه فيها كميه كبيره من القنابل، ومع كل سفينه زرار لتفجير القنبله. يعني معنى كده ان كل سفينه معاها زرار تدمر السفينه الثانيه بكل سهوله. في الوقت ده بروس بيعرف مكان الجوكر وبيطلب من جوردن يتحرك للمبنى، فبيروح لهناك وبيكون معاه مجموعه كبيره من الشرطه وبيكون عاوز يقتحم المبنى، ولكن باتمان بيمنعه وبيطلب منه ان هو يستناه. وبيدخل لنفسه للمبنى وبيكتشف ان الرهائن اللي هناك مجرمين تبع الجوكر وان المهرجين هم الرهاين، والجوكر مغير هدومهم عشان يضحك على الشرطه. فبيبدا باتمان يتقاتل معاهم وبيبدا يهزم كل المجرمين، وبيوصل لحد الجوكر وبيبدا قتله لحد ما بيقدر الجوكر يهزمه وبيكون هيخلص عليه. وبيطلع من جيبه زرار لتفجير القنبله وبيقول له ان قبل الساعه 12 هيكون السفينتين انفجروا بعض، ولكن وقتها ركاب السفن بيرفضوا انهم يخلصوا على بعض وبيقرروا ان هم ما يفجروش القنابل. فبيقرر الجوكر يفجرها بنفسه، ولكن باتمان بيضربه على اخر لحظه وبيعلقه من رجليه في حبل وبيقول له ان هو مش هيخلص عليه وهيسلمه للشرطه عشان يتعاقب. وبيروح وقتها جوردن لمكان اسرته، ولما بيوصل هناك بيشوف هارفي وبيكون بيهددهم بالمسدس وعاوز يخلص عليهم، وبيلوم جوردن لانه هو كان السبب ان ريتشل تخسر حياتها. فبيعتذر له جوردن وبيقول له ان هو حاول ينقذها ولكنه فشل، وبيفكر ان هو النائب العام ومهمته هي انقاذ الناس مش انه هو يخلص عليهم. ولكن هارفي ما بيكونش مهتم وبيفضل مصمم ان هو ينتقم منه. وبيوصل وقتها باتمان للمكان وبيحاول هو كمان يمنع هارفي، فبيقترح عليهم هارفي ان هم يلعبوا لعبه الحظ واللي هيخسر حياته. وبيقرب لعبه الحظ على نفسه ولكن ما بتخلصش عليه، وبيجرب اللعبه مره كمان على طفل، ولكن باتمان بيظهر فجاه وبيهجم عليه بيقدر يوقعه من على السور وبيلحق الولد الصغير على اخر لحظه وبيخسر هارفي حياته. بيكون باتمان حزين عليه، فبيقرر ان جوردن يعلن قدام المدينه ان باتمان هو اللي خلص عليه، ويحول باتمان لبطل شرير في عيون كل الناس، ويفضل هارفي بطل طيب قدام كل الناس. وتاني يوم بيعمل جوردن لقاء صحفي وبيعلن فيه ان باتمان هو اللي خلص على هارفي، وفعلا بيتحول باتمان لبطل شرير لدرجه ان الناس بيكسروا العلامه بتاعته اللي كانت على الكشاف. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد.